9:15 موعد المسائية من استديوهات القناة الثانية. نقدم المسائية وفي مستهلها نخوة مغربية الفرس المغربي الأصيل، عنوان كتاب صدر مؤخرا للباحثين إدريس القري وعفيف الحسينات عن دار أبي رقراق للطباعة والنشر. كتاب ترافق نصوصه التي كتبت باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية صور تؤرخ وتوثق تفاصيل احتفاء المغاربة بالفرس التقطتها عدسة مصطفى مسكين. الكتاب يهتم بجماليات لباس الفارس والفرس مع صناعة السرج وما يتطلبه من تداخل عدد من التخصصات المهارية والصناعات التقليدية. والدكتور إدريس القري الكاتب والأستاذ الجامعي ضيف الركن الثقافي للمسائية. مرحبا بك دكتور إدريس، شكرا على تلبية دعوة المسائية. إذا منذ سنة 2021 دخلت تقاليد تبوريضة إلى كتراث لا مادي إنساني خاص بالمغرب. هل كان هذا ربما هو الحافز وراء تأليفك لهذا الكتاب؟ لا، الواقع أولا هو أن مساء الخير بعدها مرحبا ومساء الخير للمشاهدين الكرام. الواقع أن الباعث على تأليف هذا الكتاب الذي تطلب مجهودا كبيرا ومساهمة للفنان مصطفى مسكين الفوتوغرافي وللباحثة والكاتبة والناقدة عفيف الحسينات لم يكن هو الاعتراف بالتبوريضة من طرف اليونسكو، لأن الفكرة كانت من قبل، والسبب بسيط في نهاية المطاف. فعندما نتحدث عن الاستثمار ونتحدث عن مستقبل البلاد ونتحدث عن قوة البلاد مجتمعا ودولة لخوض الصراع والتنافس في هذا العالم، عالم اليوم كما تعلمون، لا يتعلق الأمر بامتلاك حاضر أو مستقبل فقط، بل يتعلق أيضا بامتلاك تاريخ وجذور. فهل تكون الشجرة شجرة تستطيع أن تقاوم الرياح والشتاء والحرارة وكل شيء وهي ليست ذات جذور ضاربة في عمق التربة؟ طبعا التبوريضة والفرس والسرج المغربي، عندنا ثلاثة الأطراف هنايا: الصناعة التقليدية، وعندنا الفرس المغربي الأصيل. البعض يقول الفرس المغاربي، لا يهمنا، ولكنه هو فرس ورمز أيضا. هذا هو سؤالي دكتور. نعم. إدريس، هو أنك خصصت حيزا مهما في الكتاب للفرس، الفرس المغربي أو كما أشرت المغاربي، لكن هو في الأصل هو الفرس البربري. الذي ربما يميز منطقة شمال غرب إفريقيا. هل فعلا اليوم هذا الفرس لا زال على أصالته أم تم تهجينه؟ طبعا لا زال موجودا، وفي المغرب هنالك صيانة ومحافظة وحماية ورعاية له، ولدى المغرب عدة مئات من رؤوسه الأصيلة. طبعا هو فرس لو بارب يسمونه الفرس المغربي الأصيل، ونحن اسميناه بالنخوة المغربية الكتاب عموما، نظرا إلى أن ذهبنا إلى ما وراء الفرس في حدته وإلى رمزيته بالدرجة الأولى كما قلت. فتلاحظون مثلا على نحف الولاء يتم تقليديا على صهوة الجواد الذي يركبه جلالة الملك. ليس هذا عمل عبثي، فهو جزء من رمزية ومن كاريزما ومن هوية المغرب ومعنى السلطة في المغرب ومعناها في التاريخ وفي الجذور الضاربة في هذا التاريخ، ومعناها أيضا من حيث القيم. كل ما تحمله من رمزية، والتي كانت التبوريضة في حد ذاتها هي الحركة للدفاع عن حوزة الوطن، وأصبحت اليوم ترمز إلى بحمولها كامل إلى الصبر والمثابرة والاستمرارية والفرجة والمتعة والتلاحم الاجتماعي إلى آخره. شكرا ومعذرة دكتور إدريس لضيق الوقت، نكتفي بهذا القدر وندعو المشاهدين إلى تصفح هذا الكتاب الجميل الذي ترافقه صور كذلك أجمل. شكرا جزيلا لك دكتور قري، مؤلف كتاب نخوة مغربية الفرس المغربي الأصيل. في أمان الله.